المغاربة تحياتي لكم كاملين. بغيت نقول لكم المنتخب المغربي 20 عام ديال البناء، الفئات الصغرى. أكاديمية محمد السادس الرباط دارت عمل كبير وعمل جبار في تطوير كرة القدم المغربية. راه المغرب من 2006 هو خدام على مشروع تطوير كرة القدم الوطنية وفي العالم، باش العالم كامل يولي يعرف اسم المغرب. وكرة القدم ديال المغرب كتشهر في العالم وكتشهر مع البلاد والاقتصاد، وبزاف ديال الحوايج كيتزادوا للمغرب. يعني من 2006 والمغرب كيطور كرة القدم ملاعب، ودابا 2025 أكدوا في كأس إفريقيا على الإنجازات اللي دار المغرب، ومازال إن شاء الله غيقدم مستويات كبيرة من الإنجازات. منها دابا الملاعب اللي كيبنيوهم في بن سليمان، والملاعب اللي غيتبناو في الدار البيضاء. راه مزيد من الملاعب غيتبناو في الدار البيضاء على حسب الوداد. القطب، الوداد والرجاء عندهم جماهير، نسبة جماهير كبيرة، وهاد الجماهير هادي خصهم ملاعب كبار باش يطوروا الفرق. الرجاء والوداد يوليو فرق عالمية ويوليو فيهم لعابة كبار، ويديروا تسويق للمغرب في السياحة وفي الاقتصاد في جميع المجالات. خوتي المغاربة، بغيت نقول لكم الخدمة والعمل كيوصل أي بلاد، كتوصل بالخدمة والعمل والمبادرات الزوينة لتحقيق تنمية شاملة لأي بلاد في العالم. والمغرب غادي بخطة ثابتة إن شاء الله إلى العالمية. والمغرب دابا من هنا إن شاء الله ل 2030 راه كاين بزاف ديال المشاريع إن شاء الله راه خدام عليهم المغرب. راه كاين بزاف منها تطوير الأندية يوليو أندية محترفة 100%، ومنها حتى الأندية عاوتاني خصها تخدم على المواهب وما تلعبش لعابة على حسب مثلا المعرفة، كتعرف هذا ولا كتعرف هذا ولا تكون بحال دابا الزبونية ولا الفلوس. لا، يعني عندك الكفاءة ولاعب كبير غتلعب مع الرجاء وغتلعب مع الوداد، ما عندكش احبس. عندك الموهبة مرحبا بك. المدخول كيدخل للنادي بالملايير ديال الدولار. راه هنا كان عندك موهبة راه كتدخل الملايير ديال الدولار للنادي، والنادي كيستافد ماديا وكيتشهر في العالم. أكاديمية ديال النادي كتعرف في العالم، وهذه هي التنمية. وتحياتي خوتي المغاربة، وديما مغرب، وتحياتي كاع الخوت.